شوفوا الاخوان، كل واحد فينا كيصادف في الحياه ديالو شي شخص غريب شويه، ما كيهضرش بزاف، ما كيبينش كلشي على راسو، ومع ذلك كتلقانا كلنا باغيين نتعرفوا عليه اكثر. كتصور راسك علاش هاد الشخص كيخليني فضولي، علاش كيبان عنده هيبه بلا ما يدير جهد كبير. اليوم غادي نوريكم السر، الغموض ماشي تصنع، ماشي كذوب وماشي حتى برود، هو فن، هو اسلوب كيخلي الناس كيشوفوك بنظره مختلفه. مفهوم الغموض الحقيقي. الغموض الاخوان ماشي هو تبان انك غامض وتجلس ساكت بزاف بحال الروبو. الغموض الحقيقي هو التحكم في المعلومات اللي كتخليها تطلع على راسك. باش نبسط لكم، تخيل معايا شي شخص كيهضر بزاف على راسو، كيعطي التفاصيل على فين مشى، شنو دار، شنو كلا وشنو شاف. بعد اسبوع ولا شهر كتولي عارف عليه كلشي وكيولي ممل. اما الشخص الغامض راه كيعطيك غير 20% من الحقيقه ديالو، والباقي كيخليه مجهول. هذا الفراغ اللي كيخلي الناس يحاولوا يعمروا بالخيال ديالهم. بحال مثلا واحد التلميذ في القسم، ماشي انه ما كيهضرش، ولكن كيهضر قليل وفي الاوقات المناسبه. ملي كيتكلم الناس كاملين كيسكتوا وكيسمعوا. علاش؟ حيت الكلام ديالو نادر وكيبان عنده وزن. الغموض ماشي لعب، هو توازن، كتبان ولكن ما تبينش كلشي. علم النفس وراء الغموض. الدماغ ديال الانسان عنده واحد الفضول طبيعي، ديما باغي يعرف الاسرار، وإلا عطيتيه المعلومه كامله كيولي عادي. اما الا خليتيها ناقصه كيبدا يخمم، علاش هاد السيد ما قالش، شنو كاين ورا داك الصمت. علم النفس كيسميها الظاهره بجاذبيه المجهول. انا نعطيك واحد المثال بسيط. الا وريتك شي صوره ديال واحد بلا اسم وبلا بايو وغبرت، دماغك غادي يبقى يسول شكون هذا. باش نعطيكم مثال حي، شخصيات بحال باتمان. علاش باتمان كيبان اكثر جاذبيه من سوبرمان كلشي معروف عليه منين جا، شنو القدرات ديالو. اما باتمان بالعكس، دايما كيبان غامض، كيلبس ماسك، ماشي كلشي معروف على حياته الخاصه، وعنده هاله غامضه. الغموض اذا هو سلاح كيخلي الناس يربطوك دائما بالفضول. دابا وصلنا لفوائد الغموض عنده بزاف ديال الفوائد، وخصوصا في العلاقات. بحال مثلا العلاقات العاطفيه، الغامض كيبان مثير اكثر، الطرف الاخر كيبغي يكتشفه، الفضول دائما حاضر. وايضا في العلاقات العمليه، في الخدمه، الغامض كيعطي انطباع ديال الهيبه، كيبان عنده اسرار وكيمثل القوه. اما بالنسبه للعلاقات الاجتماعيه وسط الاصدقاء، الغامض هو اللي كيبقى يسولوا عليه شكون هو بالضبط وشنو كيدير. بحال مثلا القاده الكبار اللي في هذا العالم هذا كيستعملوا الهدوء وقله الكلام باش يبانوا غامضين، وكيكبروا الهيبه ديالهم بهذا الشيء هذا. حتى الفنانين الكبار كيمشيو بهذا الاسلوب، كيخليوك ديما باغي تعرف اكثر. دابا وصلنا لاهم حاجه، اللي هي كيفاش نقدر نولي عندي هاد الهاله الغامضه. اول حاجه خصك تتحكم في الكلام ديالك. الجمله القصيره كتشد الانتباه اكثر من الخطاب الطويل. بحال مثلا شي واحد كيسولك فين كنتي البارح، الجواب ديال شي شخص عادي كنت عند فلان، لعبنا كره، ضحكنا، كلينا الى اخره. اما الجواب ديال الشخص الغامض كيختصرها بكل بساطه، كنت مشغول بشي حاجه خاصه، ويسكت. ثاني حاجه اللي هي لغه الجسد، ما تبينش التوتر بيديك ولا رجليك، خليك واقف بثقه، عيونك مركزه، ابتسامه صغيره وغامضه. ثم ثالث حاجه اللي هي الظهور النادر، ما تكونش حاضر بزاف في كل مكان. الا بغيتي الناس يشدوا الانتباه ملي تجي خصك تغيب شويه. ثم اخر حاجه اللي هي تستمع اكثر ما تتكلم. الغامض كيعرف يسمع، الناس كيبغيو يهضروا بزاف، هو كيجمع المعلومات. الغموض ماشي تخفي حياتك كليا، هو فقط توازن، كتشارك القليل وتخلي الكثير مجهول. دابا غادي نعطيكم علامات الشخص الغامض. باش تكون غامض كاينين بعض العلامات اللي كتبرزك بلا ما تحتاج تحاول بزاف. اول حاجه هي قله الكلام. الشخص الغامض ما كيهضرش في كل لحظه، كيعرف يختار الوقت المناسب. بحال مثلا وسط شي جروب كيهضروا كاملين، الغامض كيسكت ويضحك، ولكن ملي كيتدخل بشي كلمه الكل كيسمع. ثانيا لغه الجسد، الغامض كيوقف مستقيم، راسو مرفوع وعنده نظره ثابته، ماشي كيطيح عينيه في الارض بالزربه. هاد الوقفه كتعطي اشاره ديال الثقه والغموض. ثالث حاجه اللي هي الخصوصيه، الغامض ما كيبينش حياته الخاصه لكل شيء، ما كيحطش كلشي في ستوري ولا في السوشيال ميديا. اخر حاجه الهدوء وسط المشاكل او الجدال، الشخص الغامض ما كينفعش بالزربه، كيخلي الناس هما اللي يتوتروا، هو كيبقى هادئ. باش نبسطها، الغموض بحال واحد البارفان قوي، ماشي خصك دير منه بزاف، غير لمسه وهي كتكفي باش تبان مختلف. يعني الاخوان بكل اختصار، الغموض ماشي قناع كتلبسو باش تبان خطير، الغموض اسلوب كيخليك تبان قوي بلا ما تهضر بزاف. المره الجايه اللي تحس فيها انك وسط شي مجموعه، جرب ما تهضرش بزاف، غير ركز في الهضره وخلي الفضول يخدم للصالح ديالك. تذكر هاد الهضره اللي غادي نقول لك، الناس كينجذبوا للشخص الغامض لانه كيخلي مساحه للاسئله، والمساحه ديال الاسئله هي اللي كتصنع الجاذبيه. اذا تعلم تقول اقل وتخلي الافعال ديالك هي اللي تهضر عليك، هذه هي القوه الحقيقيه.